حبايبي المشاهدين والمشاهدات، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد وموعظه جديده. وموعظه النهارده هنتكلم فيها عن الغسيل. بس قبل ما تخش معايا على الفيديو عايزه منك لايك وشير وتشجعيني كده ان انا اكمل في القناه معاكي كده اهوت. واتمنى منك كده سبسكرايب اشتراك، واتمنى منك تعليق صغير ولو بحرف صغير. تعالي نشوف بقى ازاي تخلي غسيلك مش مشبك في بعضيه، وازاي بيطلع مش موبر. بشوية مواعظ كده اعرفيهم هتتعلمي فيهم، وهتعرفي ازاي ترتيبك في الغسيل بيطلع مكوي كده كأنه مكوي. تعالي بينا نشوف الفيديو، يلا بينا. تعالي بقى نشوف بقى نحط الغسيل بتاعنا ازاي في الغسالة. اول حاجة بنعملها ايه؟ بننسق الالوان مع بعضيها. يعني بنجيب الالوان الازرق مثلا مع الكحلي مع البني، الالوان بتبقى كلها مقربة من بعضها. ما ينفعش ان انا تبقى الوان فاتحة مع الوان غامقة زي كده مثلا، ما ينفعش اجيب فاتح مع غامق، عشان الالوان الغامقة هيشرب منها اللون الفاتح وهتبوظ لي كل الدنيا. هتبقى كل الالوانات الفاتحة عندي مغمقة ومش حلوة. فانا لازم ارتب الغسيل، اجيب الاحمر قرب الاحمر مع البني، او الكحلي مع الاسود مع الاخضر غامق، الالوان الغامقه مع بعضيها. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا هنحط الغسيل على المقلوب، الا بقى لو في بقع صعبه في الوان فاتحه دي ممكن اعدلها، اللي هي بتبقى في الخارج. الالوان اللي بتبقى في الخارج ممكن تكون فيها بشويه بقع، وحتى لو على القلب هتنضف. بس اهم حاجه انك ترتبي الغسيل بالالوان وتنسقيها مع بعضيها. وتاني حاجه اتمنى منك ان الغسيل اما تيجي كده تدخليه الغساله افرده كده. افرد الغسيل دي نمره واحد، واجيبه نصين على نصين، مثلا نص على نص كده، وترتبيه في الغساله فوق بعضيه. مش تحطي وخلاص كده، ما ينفعش حتف حتف حتف، ده مش هينفع. الغسيل كده هيطلع متشبك في بعضيه والوبره كلها تلم من بعضها. امال كده بقى بتبقى كل وبره نايمه بعيده عن اختها. اتمنى منك بقى. وكمان في حاجه كمان، ان انت لما تيجي تعملي وزن الغساله، لو في الشتاء حاولي تسيبي شبر ونص كده، تقيسي كده شبر ونص من ارتفاع الغساله من جوه، شبر كده وكمان شويه تحتيه، يعني نص كده. ده في حاله ايه؟ في حاله الشتاء. اما بقى في حاله الصيف بتسيبي شبر واحد، لان ملابس الصيف خفيفه فما بتبقاش تقيله وعامله حموله على الغساله. وحتى في العصر ما تبقاش الغساله صوتها عالي، لان الحموله تقيله. وما تبقاش خفيفه ما تبقاش نص الغساله، علشان ما اهدرش غسيل، ما اهدرش مسحوق على الفاضي. لا، هخلي زي ما انا قلت لك كده شبر ونص في الصيف في الشتاء، وشبر واحد في الصيف عشان ملابس خفيفه. اما في الشتاء خليهم شبر ونص، شبرين، عشان لو الملابس تقيله تشرب ميه براحتها في الغساله وتطلع كده نظيفه. اتمنى منك تاخدي بالنصايح وتعملي بيها باذن مش عايزه اتكلم في الحمام، انتوا عارفين. فاتمنى انك تعملي بيها بقى وتتعودي ان انت ترتبي الغسيل في الغساله. ما ينفعش الغسيل يتحدف وخلاص، ولا الالوان دي ما تبقاش على دي. بشوف ناس غسيلها بيبقى الابيض لونه مودي على لون الروز، بسبب ان هو يعني هي مدخله الوان مع الابيض، فده بيشرب من ده. هتمنى منك ما تعمليش كده طبعا، وتحافظي على الالوان البيضاء والالوان الفاتحه، كل حاجه واحده. اوكي، ناخد بموعظة النهارده ونعمل بيها، وتكون بقى خفيفه على قلبكم، وتكون قناتي خفيفه على قلبكم، وتتابعوني وتشجعوني اني اكمل فيها. سلام سلام.